عاصمة ألمانيا إيه؟ برلين. اللي أسس برلين هذا الرجل فريدريك الثاني، أو زي ما بيطلقوا عليه الألمان فريدريك العظيم. الألمان عملوا له تمثال من البرونز على قاعدة. الملك فاروق لما شاف التمثال ده أعجب جدا بحاجتين، الفكرة والتصميم بتاعه، فاشتراه وجابه هنا قصر عابدين، وهنا عشان يعمل ريبليكا، يعمل كوبي من التمثال ده بنفس التصميم ونفس الفكرة بس على حجم أكبر، مش ليه هو بقى، لجده الكبير مؤسس دولة مصر الحديثة محمد علي. هنا مسجد محمد علي الموجود في القلعة، وده المكان اللي موجود فيه ضريح ومدفن محمد علي عام 1849 لما توفى. هنا هنلاقي منظر لمحمد علي بيلتصف افراد الشعب، بيحتويهم بيحتضنهم، فيها دلاله على قرب الحاكم للشعب وحب الشعب ليه. هنا الترسانه البحريه اللي اسسها محمد علي، واللي ما زالت الى الان موجوده في اسكندريه، واللي كان بيدعم من خلالها الاسطول البحري المصري بالسفن الحربيه والاسلحه. لكم ان تعرفوا ان الاسطول البحري في عصر محمد علي كان ثالث اقوى اسطول بحري في العالم كله بعد انجلترا وفرنسا. طبعا التمثال اتعمل هنا في مكانه ولم ينقل لاي حته، ولكن يعتبر من اهم التماثيل اللي بتجسد انجازات محمد علي.